هو مبدئيًا المفروض إن بعد العيد ما يتفتلش كحك أو ما يتعملش كحك يعني، ولكن بما إن أنا بقى لي فترة طويلة ما باعملش فيديوهات، وأنا ما شُفتش حاجة في رمضان كاملة يعني، ما بدأتش أخلّص حاجات إلا بعد ما رمضان لظروف صحية غالبًا يعني، ولإن أنا قررت إن أنا لو شُفت حاجة كويسة حتى لو كان عدّى عليها فترة من الزمن أو إن هي بقى خلاص الناس مش متابعاها أو الكلام ده كلّه، أتكلّم عليها ليه؟ لإن أنا من الناحية التانية لمّا باشوف حاجات سيئة وباشوف حاجات سيئة كتير بصراحة، فأنا باتكلّم عليها، فزي ما بتتكلّم عن الوِحِش من حقك إنّك تتكلّم عن الحلو، وبالتالي تعليق بسيط منّي النهارده عن حاجة من أحلى الحاجات اللي جات في رمضان وهي مسلسل أشغال شقة. السلام عليكم، ويا رب تكون دايمًا بصحة وخير وسعادة. فيديو جديد من فخ فيلم عودة بعد فترة غياب. ما كانش الواحد في أحسن حالاته بصراحة وما عرفش يتابع حاجات كتيرة، ولكن بعد ما رمضان انتهى استطعت إن أنا أختم مسلسل أشغال شقة، وفي مسلسل تاني على وشك إن أنا أختمه برضه، والواضح إن يعني عجلة أو طاقة الواحد على قدرة الإنهاء أو المتابعة أو المشاهدة قلّت كتير أوي، أوي، أوي عن الأول. والله مش عارف ده لاعتبارات السِن والّا لاعتبارات صحية، ولكن أيًا كان في مسلسل أشغال شقة أنا هنا كنت عايز أعمل تعليقات بسيطة. طبعًا أنا هنا مش هاباقيّم المسلسل، لإن واضح إن النجاح الساحق للمسلسل ده دليل على وهو في الحالة دي هو فعلًا دليل على جودة أو عوامل جودة كتيرة موجودة في المسلسل. المسلسل نزل بفورمات 15 حلقة، وده أعتقد من الحاجات اللي بقت مُفضّلة في الفترة الأخرانية، وأنا شايف إنها مميزة وفرصة ممتازة جدًا للدراما المصرية لو ابتدت الناس تستغلها، إنها تشتغل على الشكل ده، لإن فكرة التطوير اللي كانت موجودة في عدد كبير من الأعمال كانت بتخلّي المتابعة صعبة جدًا، جدًا، جدًا. لكن الميزة هنا اللي موجودة في أشغال شقة هي كذا ميزة تحديدًا. أولًا الcasting اللي موجود، والكلمة دي لمّا تسمعها منّي خُدها منّي ثقة لسبب معيّن أنا هاقوله لك دلوقتي. الأحداث بتاع المسلسل شيّقة جدًا، الريتم بتاع المسلسل ما وقعش، ودي حاجة مميزة جدًا، وهي سبب وجود ثبات الريتم ده هو السبب الرئيسي لنجاح المسلسل من وجهة نظري، وده هتبقى آخر نقطة هنتكلّم فيها. أنا لمّا جيت أتكلّم على الcasting سواء العناصر الموجودة بقى هشام ماجد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، كل الناس اللي كانوا بيطلعوا معاهم، فبصراحة التسكيم بتاع الشخصيات هنا ممتاز إلى أبعد درجة ممكنة. الكلام ده بقى باقول لك تشتريه مني ليه؟ لإن أنا مش من معجبين، مش من جمهور الناس دي خالص، يعني أنا مش من جمهور هشام ماجد على الإطلاق. أنا ما أعرفش أسماء أبو اليزيد بصراحة قبل العمل ده، اكتشفت إن هي كان ليها تاريخ وإن في ناس كتير كانت عارفاها ونشطة على السوشيال ميديا، فأنا ما كنتش متابع جيد ليها بصراحة. من ناحية تانية مصطفى غريب حتى أنا الأدوار اللي أنا اصطدمت بيها أو يمكن أول دور اصطدمت بيه ليه كان في مسلسل الكبير أوي، وبصراحة كان تقيل على قلبي إلى أقصى درجة ممكنة. يعني رغم إن هو عامل كوميديا قوي من العوامل اللي كانت موجودة أو سبب نجاح آخر موسمين أو 3 في المسلسل، بس ما كنتش متقبّله خالص، وبدأت أحطّه في zone معيّنة كده إن هو مش يعني ما عندوش القدرة، لكن هو كان انفجار موجود فعلًا في المسلسل ده، وبقية العناصر اللي موجودة كلّها. على ناحية تانية فكرة التكثيف بتاع الأحداث اللي بيحصل إن كل حلقتين أو 3 مسلسل بيطرحوا قصة معيّنة أو بيطرحوا شخصية معيّنة مؤثّرة على العلاقات الموجودة ما بين الزوج ومراته، والضغوط اللي بتحصل عليهم في مناخ العمل الموجود، ومحاولة نجاحها في حياتها العملية، وبالتالي تأثيرها على المنزل، والصعوبات اللي هو بيواجهها من خلال محاولة إثبات تفوقه في عمله، وفي نفس الوقت محاولة حفاظه على البيت. كل الكيميا الشغل اللي معمول ده راجع في رأيي إلى كتابة جيدة جدًا، جدًا. كتابة حافظت على فكرة الريتم بتاع المسلسل، إن أنت الدنيا ما بتقعش معاك. أنا تقريبًا اتفرجت على المسلسل ده يمكن بعد أول أسبوع من رمضان، ولقيت الناس بتتكلم، فقُلت أشوف أول حلقة كده بعد صلاة الفجر، فأنا قاعد باتفرّج، الحلقة ماشية، 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 وأنا لمّا خلّصتها بدأت أدوّر وأشغّل الحلقة التانية. فالنقطة إن هو محافظ لك على رتم ممتاز جدًا، بيدخّلك في الأحداث بسرعة، بتستوعب الشخصيات الموجودة. النقطة التانية طريقة عرض الأحداث ممتعة إلى أقصى درجة. ليه بقى؟ أنا مش من هواة زي ما قُلت الطريقة اللي بيعتمدها هشام ماجد في التمثيل، أو طريقة الإفيهات، وحتى في مسلسل لعبة يمكن ما كنتش من فريق مأزق إطلاقًا، ولكن هنا تحديدًا أنا كنت مُعجب جدًا، جدًا، جدًا من أول حلقة شُفتها له للطريقة اللي هي طالعة بيها الشخصية. ليه؟
لان هنا مفيش اي تعمد للاضحاك، مفيش جري ورا الافيه، مفيش محاوله كده ان انا بحاول اكسب اللقطه، لا التمثيل طبيعي جدا، مستوعب الشخصيه بطريقه ممتازه جدا. فالكوميديا طالعه من الموقف، الكوميديا غصب عنك انت هتضحك نتيجه الايه، ان الشخصيه ما فيهاش افتعال، انت بتحس ان الشخصيه دي انت بتشوفها في اماكن كتير، يعني انت ممكن تشوف الشخصيه زي كده فعلا في البيت، شخصيه زي كده في الشغل، الشخصيه طبيعيه جدا. حتى الحوارات او التفاعل اللي بيننا وبين الشخصيات التانيه طبيعي جدا، ما عدا الافوار اللي احيانا بيعملها مصطفى غريب، ولكن منحى الكوميديا اللي بيمشي فيه مصطفى لايق قوي عليه. لكن الكوميديا اللي طالعه هنا من هشام ماجد كان من امتع واجمل انواع الكوميديا اللي انا شفتها له. انا بصراحه وقفت سقفت له على المشاهد والتمثيل اللي طالع منه في المسلسل ده، وشايف ان نقطه التميز الرئيسيه للفكره دي بقى دي كلها، او لانفجار الكوميديا اللي كان موجود عند مصطفى غريب، عند الكيمياء الظريفه اللي موجوده ما بين اسماء وهشام، عن الاداء التمثيلي الرائع جدا لهشام هنا. هو راجع للترمومتر اللي كان ماسكه العامل الرئيسي لنجاح هذا العمل، وهو المخرج والمؤلف. هو المخرج والمؤلف الاخوان دياب، خالد دياب وشيرين دياب. ومن الواضح ان احنا هنا بنتكلم على طبعا احنا بنتكلم على شخصيه متمرسه جدا في صناعه السينما من ايام ما كان الثلاثي مع محمد، قبل ان محمد يتوجه بقى الى هوليوود ويبتدي يشتغل هناك. ولكن عندهم قدره عاليه جدا في التحكم في حاجات كتيره، سواء في قدره على كتابه سيناريو جذاب، التقاط فكره جيده جدا وتطويرها على الشاشه، شغل التصوير والمشاهد اللي بيظهر قدامك على الشاشه ازاي بيقدر يجذبك، وفي نفس الوقت بيعرفوا يحافظوا على الريتم بصوره ممتازه جدا. ودي من اهم العوامل اللي موجوده عشان تعمل فيلم كوميدي جيد، ده غير ان انت دي من العوامل الجيده جدا عشان تقدر تعمل اي عمل درامي جيد. المبهر ليك انك لو رجعت السي في بتاعه في مجال التاليف، هو كان السنه اللي فاتت عامل مسلسل تحت الوصايه، وكان مسلسل درامي جدا جدا، ولكن برضه حاز الاعجاب بصوره شديده. وعمل من فتره مسلسل طايع والجزيره اتنين، لكن على مستوى الكوميديا فهو اشتغل حاجات ممتازه جدا زي طلق صناعي، الف مبروك، عسل اسود، بلبل حيران. فانت بتتكلم على واحد عنده قدره انه يطلع لك كوميديا مش قايمه على الافيهات، ولكن قايمه على التضارب في المواقف اللي بيحصل قدامك. ودي مش عايز اقول اصعب انواع الكوميديا، بس ولكن الفكره ان هي تحتاج واحد شاطر قوي عشان يعرف يطلع حاجه زي كده. والشطاره هنا كانت في احسن وابهى صورها حقيقه يعني. على الناحيه الثانيه تقريبا ده يعتبر تاني عمل اخراجي تقريبا من بعد فيلم طلق صناعي اللي كان في 2018، وهو كان فيلم جيد جدا برضه. وعلى قدر ما كان اشغال شقه كمسلسل هو مفاجاه رمضان، فهو انا اعتقد ان هو مفاجاه لينا، رغم ان كل عوامل النجاح يعني بتقول ان في عمل جيد، لان الشواهد او السي في بتاع المخرج والمؤلف سواء خالد دياب او شيرين دياب بتقول ان في شغل ممتاز جدا، وفي قدره عاليه جدا على تقديم دراما جيده، كوميديا جيده، تحكم في الايقاع جيد جدا، التعامل مع الممثلين بيطلع منهم نسخ ممتازه. ويمكنك انك تمسك كل عنصر من العناصر سواء بقى اللي موجوده في اشغال شقه او حتى في الاعمال السابقه، وتيجي تقارن ما بين اداءاتها وما بين اداءاتها مع مخرجين تانيين، بتعرف ان هو بيطلع نسخه ممتازه جدا من الممثلين دول. فانا شخصيا اتمنى، ما اعرفش اذا كان ممكن تعمل اجزاء تانية ولا لا، بس اتمنى ان كل سنه نشوف حاجه مميزه للاخوه دياب، لان فعلا في اتقان وحرفيه عاليه، ممتعين جدا، متميزين جدا، وفي نفس الوقت بيخلق ثراء على الشاشه واحنا استمتعنا. وانا من جانبي انا بشكر فعلا ان هو قدر يطلع الجانب ده من قدرات هشام ماجد، لان انا لحد قبل المسلسل ده ما كنتش من فريق هشام ماجد خالص. بل ويمكن ليا تجربه حتى بعد المسلسل ده في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذه، وبرده كان ليا راي مغاير شويه، ولكن برجع اقول ان النسخه اللي طلعت دي كانت من اجمل النسخ اللي انا شفتها له فعلا. تحياتي واشوفكم في فيديو تاني قريب ان شاء الله. سلام.